الخوف بداخلهم لن ينتهي طالما الاهلي هو الخصم. النادي الاهلي النهارده بيلقن بيراميدز درس قاسي، درس كبير جدا يتعلم منه نادي بيراميدز ان هو يلعب كرة قدم داخل المستطيل الاخضر، ان هو ما يركزش في اي حاجه غير الثلاث نقط بتوع المباراه او البطوله ان وجدت في مباراه بطوله او مباراه كاس. النادي الاهلي النهارده بيدي بيراميدز درس كبير جدا 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 في كل حاجه بقى، في كل حاجه. سيبنا من اي حاجه في المباراه، خلينا نتكلم عن اللقطه المهمه، اللقطه اللي كل الناس بيتكلموا عنها، اللقطه اللي كل الناس يعني ما كانش نفسي اشوفها وما كانش نفسي انها تحصل. لقطه الشيبي، انت لاعب كرة قدم نازل تلعب مباراة كرة قدم، طبيعي جدا الدنيا هادية والدنيا ماشية، لعبنا مباراة اولى النادي الاهلي كسب فيها، انت خلصت بشكل لائق بشكل كويس، مفيش اي مشكلة، رايح تلعب المباراة الثانية. اول ما نزلت كشيبي ما سلمتش على لعيبه النادي الاهلي، لا حد اتكلم معاك ولا حد قال لك سلت 3 كام ولا حصل مناوشات، على الرغم ان دي حركه المقصود بيها ان انت تبدا تعمل مناوشات وان انت تبدا تعمل شكل وشو. طيب ما حصلش حاجه ولاعيبه النادي الاهلي نازلين مركزين في المباراه، وده طبيعي جدا. المباراه ماشيه كويس، المباراه ماشيه بهدوء، الدنيا حلوه، مباراه كره قدم ماشيه بشكل لائق وبشكل كويس. الشيبي لا، هنا بقى انا لازم اتدخل تدخل عنيف جدا 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 على حسين الشحات، اللي هو اصلا مش على جبهه الشيبي، ايه اللي جابه من هنا لهنا عشان يعمل التدخل العنيف ده اللي بالفعل يستحق عليه طرد. اعتقد لو ما فيهاش طرد ما كانش الحكم اللي مش مصري ما كانش راجع للفار ورجع لغى الانذار واداله طرد. ما فيش اعتراض. اللعيبه بتعترض على ايه؟ اللعيبه اصلا رايحه للشحات بتحاول تقومه او بتخبطه او بتنرفزه. ليه؟ اللعبه واضحه انها تدخل عنيف للاعمى. الشناوي حارس مرمى بيراميدز رايح للشناوي ويخبط فيه، لاعبي بيراميدز كذلك. ليه وعشان ايه؟ ما اللعبه واضحه انها تدخل عنيف. لو اللعبه ما فيهاش حاجه كان ممكن الحكم يرجع للفار وبعدين يديله طرد. ومن وجهه نظركم لسه اللعبه ما فيهاش حاجه ولسه الشحات بيمثل، يا راجل بأنهي منطق؟ خد الطرد الشيبي مصمم ان هو يروح للشحات، اللعيبه منعته واللعيبه بعدته عن الشحات، يسكت؟ لا، يقلع التيشيرت بتاعه، عايز يروح لجمهور النادي الاهلي ويرفع التيشيرت قدامهم. ايه التصرف ده؟ ازاي التصرف ده يطلع من لاعب كرة قدم مسؤول وواعي عن تصرفاته؟ تصرف كان ممكن في وقتها الجمهور يبدا ينزل ارض الملعب، كان وقتها في كارثه هتحصل، كان وقتها في كارثه بكل المقاييس كانت ممكن تحصل. في الحاله انت رايح بتخاطب عقول كتيره جدا، رايح ترفع التيشيرت بتاعك وتستفز الافات من الجمهور، فهنا انا ما اضمنش تصرف الجمهور هيكون عامل ازاي. ممكن ابص الاقي الجمهور كله بقى في ارض الملعب، في كارثه هتحصل، حاجه ما نتمناش ان احنا نشوفها نهائيا. فانا بطالب بتوقيع اقصى عقوبه حسب القانون الرياضي على الشيبي. لا، تصرف النهارده تصرف غريب، تصرف مش عايز اوصفه بانه تصرف همجي، ولكن تصرف غريب جدا 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 من الشيبي في ارض الملعب. المباراه ماشيه كويس، المباراه ما فيهاش حاجه، عملت تدخل عنيف، هتاخد الانذار او هتاخد الطرد، تقبله بصدر رحب، لان عمر الحكم ما هيظلمك مع الفار. ممكن الحكم في وجهه نظره لعبه تقديريه في بلن مش عارف ايه، لكن عمره ما هيظلمك في انذار، في حاجات تقديريه، في لعبه طرد صريح. فليه؟ نيجي للنقطة الثانية برضو بتاعت الفار وبتاعت الحكم وبتاعت ضربة جزاء النادي الأهلي. هقول لكم وجهة نظر حكم المباراة أو حكم المباراة زي ما يعني احنا استنتجنا من شرحه لمدرب بيراميدز والكلام ده. ليه ما حسبهاش ضربة جزاء؟ لأن هو شايف إن خلاص لاعب النادي الأهلي كريم فؤاد عمل التاكلينج، وبعد ما عمل التاكلينج الشيبي راح جايب رجله قدام كريم فؤاد بعد ما عمل التاكلينج في جزء من الثانيه. فانا شايف ان اللاعب هو اللي حط رجله في طريق التاكلينج اللي رايح ناحيه الكوره، فشاف ان كريم فؤاد ما عملش خطا لانه كان متمكن من الكوره، لولا ان لاعب بيراميدز حط رجله في سكته. خلينا اقول لكم يعني في ناس شايفه ان القرار صح وان الشيبي هو اللي حرك رجله في طريق كريم فؤاد، وفي ناس شايفه ان لا، من حق لاعب كره القدم ان هو يحجز على كورته، مفيش مشكله ابدا ان هو يحجز على كورته، فبالتالي هي ضربه جزاء. كنت اتمنى ان احتفظ برايي لنفسي علشان خاطر في ناس يعني لو قلت بلن جمهور النادي الاهلي هيقول لي ازاي ومش عارفه ايه، رغم ان انا اهلاوي. لو قلت مش بلن هيطلع الجمهور المنافس يقول لي ده عشان خاطر انت اهلاوي، ده عشان خاطر مش عارف ايه. ولكن انا مستني اراجع اللعبه صح. بس انا
وشهاده هتحاسب عليها قدام ربنا. انا من اول لحظه شفت فيها اللعبه وانا قلت عليها بلا، ما فيهاش شلت الثلاثه كام ضربه جزاء. دي من اول لحظه انا شفت عليها، رغم ان انا اهلاوي، بس من اول لحظه انا شفت فيها الكوره شفت انها ضربه جزاء. النادي الاهلي يا منظلم، ضربه جزاء في المباراه اللي فاتت ما اتحسبتش ضد النادي الاهلي، في طرد في المباراه اللي فاتت ما اتحسبش، في مباريات كتيره جدا النادي الاهلي كان ليه فيها ضربات جزاء، مباريات كتيره جدا النادي الاهلي كان ليه فيها اهداف صحيحه ما اتحسبتش. فيعني مش بورر طبعا ان ازاي ما اتحسبتش، بس يعني مش هحمل نفسي لوم انها ما اتحسبتش لان الحكم هو اللي ما حسبهاش. فعموما خلينا بقى بعد ما اتكلمنا عن اللقطتين الجدليتين في مباراه النهارده نروح للمباراه نفسها وسير الاحداث. وكولر كان نازل بنفس تشكيل كل مباراه، بنفس تشكيل المباراه اللي فاتت قدام بيراميدز. يعني سيبنا من مباراه كاس مصر، هو نفس تشكيل مباراه بيراميدز اللي فاتت، نفس التشكيل المعهود عن كولر في الفتره الاخيره، لولا اصابه طاهر نتمنى له طبعا السلامه ونزول رضا سليم. مباراة النهارده ما كانش فيها لقطات كتير، ما كانش فيها لمسات كتير، ما كانش فيها هجمات خطيره كتير، الا اللهم هجمه قفشه الخطيره في الاخر، هجمه كهربا الخطيره في الاخر. بيراميدز بدا يدخل منطقه جزاء النادي الاهلي في مع نهايه المباراه ومع الوقت الضايع، فيما عدا طول المباراه هي مناوشات وكور رايحه جايه، بساط من النادي الاهلي، سيطره من النادي الاهلي. بيراميدز بيحاول ولكن مع الضغط اللي هو عمله على نفسه مع ضغط الجمهور مش قادر. وخلينا اقول لبيراميدز عملتوا ضغط على نفسكم من قبل المباراه وحملتوا نفسكم ضغوط من اللا شيء، عليت ثمن التذكره، خليت الكلام كتير، خليت الضغط بقى اكتر، اديت رساله للعيبه بتاعتك ان انا بحاول اكسب المباراه من بره الملعب وان انا بحاول اعمل حاجات من بره الملعب، اديت لهم الايحاء ان المباراه صعبه جوه، ما خليتهمش يلعبوا مباراه كره قدم. حاجات كتيره جدا حصلت مش كويسه، حطت ضغط كبير على لاعبي بيراميدز في ظل تواجد الجمهور الكبير بعد تحرك اداره النادي الاهلي الرائع بشراء جميع التذاكر وتوزيعها على الجمهور. فمباراه كانت تكتيكيا على اعلى مستوى من جانب النادي الاهلي، ذهنيا حاضر، اللعيبه فايقه، اللعيبه عارفه هي هتعمل ايه، كولر عارف هيكسب ازاي، عارف ايه المطلوب منه ومعرف اللعيبه ايه المطلوب منهم. اللقطه المضيئه في المباراه الوحيده وهي لقطه وسام ابو علي، كلمني عن وش رجل امام عاشور الرائع اللي بيفكرنا طبعا بالماجيك ومحمد ابو تريكه، وركنه وسام دي تدرس كده للاعيبه كره القدم، تجيب المهاجمين كده وتقول لهم اقعدوا اسمعوا شوفوا وسام بيقول ايه واتفرجوا على الفينش بتاعه اللي ما كانش اي حد يتوقعه، لا حارس المرمى ولا الاثنين مدربين ولا اللعيبه اللي في ارض الملعب ولا الجمهور ولا المتفرجين من خلف الشاشات ولا اي حد كان يتوقع ان ممكن وسام يركن اي مهاجم تاني. شوت يا باشا على طول، اديها زي ما انت، لمسه بسيطه هاديه خفيفه كلها حنيه تدخل ترقص كده جوه الشبكه. فجول رائع جدا ووش رجل عالمي من امام عاشور بعد خطا من الشيبي. مروان عطيه قدم مباراه عاليه جدا جدا على الرغم من التخوف الكتير بعد ما كانت حنته زي ما قلنا تقريبا اول امبارح، فكان تخوف كبير جدا ولكنه قدم مباراه عاليه وعلى مستوى عالي وتركيز وبدني وكان حاضر وكان عامل مباراه على اعلى مستوى. الدفاع النهارده كان افضل من كل المباريات اللي فاتت، امام عاشور النهارده كان افضل من كل المباريات اللي فاتت، اكرم توفيق كان صداده وكان بيرجع بيحاول يسند مع خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد. خالد عبد الفتاح اللي خد انذار من بدري وانا باين ان اللعبه كله من ناحيته وباين ان المباراه فيها احتكاك، فكان الطبيعي ككولر ان هو يسحبه من بدري عشان يحميه من الطرد، ولكن للاسف بياخد الطرد. حسين الشحات يمكن من اقل مباريات حسين الشحات. رضا سليم عمل مجهود بدني عالمي النهارده على ارض الملعب. فمباراه مليون مبروك للنادي الاهلي. خلينا نقول ان كده النادي الاهلي حط ايده على لقب الدوري، مباراتين كسب فيهم بيراميدز. خلينا نقول ان النادي الاهلي خلاص يعني مش عايزين نسبق الاحداث ولكن بنسبه تتخطى ال 60-70% النادي الاهلي بطل الدوري المصري. النادي الاهلي اول مره يفوز على بيراميدز في الدور الثاني. كولر العراب كولر وكتيبته بيتفوق على بيراميدز. فمليون مبروك جمهور النادي الاهلي. حلقتنا كده خلصت، كنت معاكم احمد حبيبه، سلام.